أهلا وسهلا بمشاهدينا الأوفياء في حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء. اليوم نستضيف مع السيد محمد الصديقي وعمدة مدينة الرباط. أهلا وسهلا بك سيد محمد الصديقي. شكرا، اهلا وسهلا. سي محمد الصديقي، واش ممكن تحدث لنا على الصراع القائم بين حزب العدالة والتنمية في شخصكم أنتم كعمدة ديال الرباط وحزب الأصالة والمعاصرة اللي كيشكل المعارضة داخل مجلس الرباط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. اولا حزب الاصاله والمعارضه، حزب الاصاله والمعاصره لا يشكل لوحده المعارضه، بل هناك في درايه اليسار تشترك معهم في المعارضه، اذا هو جزء من المعارضه. اما الصراع الذي تحدثتم عنه فهو للاسف صراع مفتعل. اولا نحن نرحب بالمعارضه ان يكون لها دور ايجابي في تخوين وتقييم عمل الاغلبيه، لانه لا يمكن لاي مجلس ان يسير برجلين واقفتين ويسير الى الامام دون ان تكون هناك معارضه تثير انتباهه الى امور ربما يصوبها او يحسنها او يجودها. لكن هذه المعارضة، وأتحدث عن جزء من المعارضة للأسف منذ البداية جاءوا لعرقلة عمل المجلس، لأنه منذ الجلسة الأولى الجلسة الأولى المخصصة للنظام الداخلي لكي يبدأ المجلس في الاشتغال بدأوا بالمعارضة ويهددون ولا ندري لماذا. في الجلسة الأولى وهم يحاولون أن ينتزعوا الكلمات ويحاولون أن يمرروا الكلمات داخل نقط نظام التي هي غير قانونية وخارج جداول الأعمال. إذا جميع الجلسات ربما 11 جلسة كلها مرت بصخب، إلا الجلسة الأخيرة في الدورة الاستثنائية التي انعقدت عقب الدورة العادية لشهر فبراير، والتي مررنا فيها جميع النقاط لأنهم انسحبوا في آخر جلسة من دورة فبراير. فإذا الصراع للأسف لم يكن صراع حول أفكار، وإنما صراع وجودي. الناس لم تهضم بعد أنها انهزمت في محطة 4 شتنبر. إذا هذا هو المشكل. صغرته لكي لا أطيل عليك، وإن كانت هناك أسئلة جد محددة سأجيب عنها. على ضوء ذكر الجلسة الأخيرة للدورة الاستثنائية والتي وقعت فيها العديد من المشادات وصراع كبير من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، وجهت لكم بشخصكم أنتم كعمدة ديال الرباط مجموعة ديال الاتهامات. أنتم ما ردكم على تلك الاتهامات الموجهة من قبل حزب الأصالة والمعاصرة من داخل مجلس الرباط؟ أولا بالنسبة للتهمة التي انسحبوا من أجلها وقالوا أننا سنقاطع أعمال المجلس حتى يتبين الأمر، وإنما قالوا أنه أدليت في إطار مغادرتي لشركة رضا بشهادة فيها عجز عقلي. وأنا نفيت في محطات كثيرة، ونفيت في داخل أجهزة إعلام أخرى أن أكون قد أدليت بهذا النوع من الشهادة أبدا. وقلت أكثر من ذلك، قلت أنه لم أزر قط في حياتي طبيبا نفسانيا، لم أحتاج الحمد لله أن أزور طبيبا نفسانيا. لذلك كانت هذه كذب في كذب. والآن بعدما طلبوا من وزارة الداخلية أن تفتح تحقيق، وقد فتح تحقيق ولم يكن وجود لهذه الشهادة من عدم. على ذكر وزارة الداخلية، مؤخرا لم يتم استدعاؤكم لأداء الصلاة مع صاحب الجلالة، كيف تفسرون ذلك؟ أنا كيف أفسر ذلك؟ هم اللي خصهم يفسروا هذا الشيء، ماشي أنا اللي خصني نفسره. لأن في نفس الأسبوع اللي فيه التوقيع أمام صاحب الجلالة حول مشروع السوق الكبير للخضار، واستدعيت من طرف البروتوكول الملكي. في المقابل في نفس الأيام طلب مني عن طريق الولاية أن لا أحضر لأنشطة أخرى. لذلك تبين لي أن الأمر ليس غضبة ملكية كما يقول البعض، وإنما هو أمر مدبر
دبرته يعني عدة أجهزة أو عدة عدة أجهزة لكي لا أحضر، وهذا يتحملوا فيه هما المسؤولية ديالهم. بعيدا عن الصراعات سيد عمدة مدينة الرباط، أنتم الآن تسيرون مجلس ديال أكبر مدينة، المدينة اللي معروف عليها بالمدينة الإدارية. يعني في إطار البرنامج الانتخابي ديالكم، ما هي أهم الخطوط العريضة للمشاريع التنموية التي ستقومون بتنزيلها على أرض الواقع من أجل تنمية المدينة من جديد؟ أولا بعد استلامنا لزمام الأمور داخل مجلس مدينة الرباط، حاول درنا واحد العملية ديال دياغنوستيك، ما عرفتش باللغة العربية كلمة تشخيص للوضعية، ووقفنا على عدة اختلالات كبيرة جدا داخل الجماعة. تعرفون أن مدينة الرباط كانت في السابق عندها واحد النظام خاص، أنه الآمر بالصرف هو السيد الوالي عامل عمالة الرباط، فلذلك أنه الأمور المهمة كانت تساغ وتدبر داخل الولاية، وبقيت الجماعة كدت أن أقول جماعة بدائية، حتى الجماعة الصغرى غادي تلقاها أحسن من جماعة الرباط، ولو أن فيها واحد العدد كبير من الموظفين 4900 موظف. فلذلك العملية ديال التشخيص أولا قلنا أن نهتم بالحكامة، ولكي نهتم بالحكامة لابد أن نهتم بالعنصر البشري، لذلك أولينا اهتمام كبير واهتمام أولي في تكوين هذا العنصر البشري خطوة أولى. ثانيا بعض الخطوات البسيطة جدا التي لا تكلف. لاحظنا كذلك أن الجماعة لا تتواصل مع محيطها، وأطلقنا رقما أزرقا لكي يتصل المواطنين الرباطيون بالجماعة، واستحسنوا ذلك. الآن ممكن أن تتصل بالجماعة وتستفسر عن أحوالك وتستفسر عن أمور تخصك، أو مثلا مستوى النظافة أو مستوى الإنارة أو أي شيء يهمه. ما في البداية كل واحد كان كيقلب واش عنده شي صاحبه في الجماعة ولا كيعرف شي واحد كنقلب عليه. دابا على الأقل فتحنا هذا الورش ديال التواصل. ثانيا نحن نشتغل، وهذه فيها تكوين، نشتغل الآن على شيء كذلك هو بسيط ولكن المواطن يحس به، وهو استقبال المواطن داخل الملحقات الإدارية. تدخل إلى ملحقة إدارية كتلقى واحد الإنسان ما كتعرفوش موظف، واش يرشدك واش ما يرشدكش، ما عنده لا بين لا خاصه لا حتى شي حاجه، والناس مساكين في الردهات ديال المصالح الاداريه. فلذلك كنا احنا خدامين في واحد التكوين ديال هاد الناس الخاصين بالاستقبال باش نحسنوا ظروف ديال الاستقبال ديال ساكنه مدينه الرباط. هذه بالنسبه للامور الصغيره. اما بالنسبه للامور الكبيره فقد حاولنا ان نعمل مجهود لارساء اليات المراقبة لمسألة النظافة داخل المدينة، وكذلك بالنسبة للإنارة. ونواكب المشروع الكبير الذي أطلقه صاحب الجلالة حفظه الله، اللي هي الرباط عاصمة الأنوار، مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية. وأنتم كتشوفوا الأوراش الكبيرة اللي كتعرفها مدينة الرباط، منها توسيع واحد مجموعة ديال الشوارع، إعادة الإرادة ديالها، إعادة الأرصفة، وكذلك الجمالية ديال المدينة وجميع مداخل المدينة. هذه مشاريع كبيرة نواكبها مع السلطات المحلية. عندنا مشروع كبير لن نبدأه، ولكن ننتظر أن تؤسس مجموعة تجمعات العاصمة، وهذه 3 أسابيع اللي الولاية استفسرتنا عن شكون اللي غادي يترشح لهذا الشيء، وحطينا الترشيحات ديالنا منذ أكثر من 3 أسابيع، وننتظر أن نجتمع في إطار هذه المجموعة، مجموعة تجمعات العاصمة، لكي ندبر مسألة النقل، لأن مستوى النقل على مدينة الرباط النقل بالترامواي في حلة الحمد لله جيدة وفي صحة جيدة ونفتخر به، ولكن للأسف النقل بالحافلات ليس في المستوى المطلوب، ليس في المستوى الذي ننتظره وتنتظره ساكنة مدينة الرباط. فلذلك من بين المشاريع المهمة التي نكب عليها حاليا وهو إصلاح منظومة النقل، وخصوصا النقل بالحافلات على مستوى مدينة الرباط. سي محمد الصديقي، حتى لا ننسى، سبق لحزب الأصالة والمعاصرة وأن أخبر بأن السيد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية طلب منك الاستقالة على ضوء ما تم نشره من أخبار
ووقائع. ما هو ردكم في هذا أولا هذا كذب، كذب كذب وكذب. أنا يعني ألتقي الأخ الأمين العام على الأقل مرتين في الأسبوع ولم يحدث ذلك. ثانيا حزبنا حزب منظم، لو طلب مني ذلك لم أتردد ولو لحظة واحدة، لأنه لم يطلب ذلك ولا داعي للطلب. وإنما هم يتمنون أن أستقيل، لأنهم عندهم الغرض بهذا المنصب هذا لكي يأتوا ويعتوا في الأرض فسادا. هذا هو الغرض ديالهم، ويحاولون. وهذه الضغوطات كلها اللي كتشوف هي باش نستقل. قل لهم راه السي محمد صديقي عنده واحد الأعصاب الحمد لله باردة، وعنده واحد القوة ديال التحمل كبيرة جدا، ولن يستقيل. وسنعمل جاهدين إن شاء الله حتى نرفع يعني من أدائنا، وحتى تكون عاصمة المملكة كما بغاها صاحب الجلالة حفظه الله. آخر كلمة توجهوها للمعارضة طبعا داخل المجلس، ودوركم توجهوها للساكنة ديال الرباط. الساكنة ديال الرباط الحمد لله ما عندي كلمة اللي نوصلهم، هما أعطونا الصوت ديالهم ونحن ناخذهم صباح مساء. حنا جايين باش نخدموا، ما عندنا حتى شي غرض آخر. إذن الساكنة الحمد لله تنتظر من العمل ونحن نعمل، وهما يجيو يحميو الديمقراطية ديالهم، يجيو يحميو الأصوات ديالهم. أما المعارضة كنقول لهم يدنا ممدودة، اجيو تشتغلوا، وراح نعطيناكم مجالات باش تشتغلوا، راح نعطيناكم واحد اللجنه، وعطيناكم النيابه في اللجنه، وشاركناكم في التمثيليات في الادارات باش نشتغلوا، باش تكون عندنا يد في اصلاح احوال مدينه الرباط والرفع من مكانتها. ما دون ذلك لن ينتظروا مني شيئا. شكرا السيد محمد الصديقي عمدة مدينة الرباط، شكرا كنت معنا في الجهوية. شكرا لك.